سلام جان، معكم مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. في بيت بسيط في مدينة صغيرة كانت سلمى 16 عام، معروفة بضحكتها، الطاقة اللي كتعمر الدار إيجابية. ولكن في ظرف شهور قليلة ماماها بدات كتلاحظ أن سلمى مبقاتش هي هاديك. سلمى بدات كتاكل شويش بالنسبة لشنو كانت كتاكل، ولات كتهرب من الطبلة اللي فيها الجماعة، كدوز بزاف د الوقت بوحدها قدام المرايا. كانت كل مرة كتمد أمها ليها الطبسيل باش تاكل كتضحك كتقول ما فيناش الجوع، راني شبعت. ولكن أمها عارفة بنتها ما كلات حتى حاجة. مع الأيام الوزن ديال سلمى بدا كينقص، ولات كتلبس حوايج واسعين باش تخبي الشكل ديالها اللي بدا كيتبدل. باها بدا كيلاحظ أنها كتخرج في الليل باش دير الرياضة حتى وهي عيانة ما قادرة توقف على رجليها. أختها الصغيرة كتقولها مبقاتش كضحك معايا، مبقاتش كدوز معايا وقت، نجي ندوي معاها كدور فيا. الأعراض الجسدية بدات كتبان شوية د البرودة في رجليها ويديها، الدوخة، ولات الدورة الشهرية كتوقف بعض المرات. في الأول والديها قالوا غا الرشاقة ديالها، ولكن ملي شافو الحالة غادا وكتسوء فهموا أن سلمى ماشي كتفشش، بالعكس كانت غارقة في اضطراب خطير سميتو فقدان الشهية العصبي. كتقول حسيت بالذنب، قلت يمكن ضغطت عليها بزاف في المدرسة ولا كثرت التعاليق على ذاتها حتى ولات كتكره راسها. وكان هذا الاعتراف أول خطوة صحيحة. طريقة العلاج بدات من الدار. الأسرة قررت تبدل الأسلوب، مبقاوش يسولوها علاش ما كتاكلش، ولكن دارو جلسات شوية عائلية أكتر باش يسمعوها، يعرفوا مالها، شنو اللي ما كيعجبهاش، يشجعوها تاكل كتر، تنظم وقتها. الأب ديال سلمى اصطحبها عند مرشد أسري باش يشوف معاها، يعاونها تفهم أن الصورة اللي كتشوفها في المرايا ماشي واقعية، وأن الوزن قليل بزاف ماشي علامة جمال، تقدر تكون علامة خطر. المهم مع الوقت شوية بشوية رجعت سلمى تدريجيا تاكل الوجبات ديالها كيف ما كانت، رجعت ليها الطاقة ديالها كيف ما كانت حيوية من قبل. الدرس اللي كتعلمها سلمى اليوم واضح بأن فقدان الشهية العصبي ماشي فشوش وماشي نزوة، هو اضطراب كيهدد حياة ديال بزاف ديال الشباب. بيان سور الأسرة هما الخط الدفاع الأول، هناك الاكتشاف بكري والدعم بلا اللوم والعتاب. كل ما رجعات البنت أو الولد للحياة بسرعة، الحب والفهم هما أقوى علاج بالنسبة للمراهق.